السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا بنات في قناة شايني ليدي. لو أول مرة تزوري قناتي يا ريت تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله، وما تبخليش عليا باللايك الحلو بتاعك. النهاردة يا بنات هعملك طريقة عمل شامبو في البيت، طريقته سهلة وبسيطة. عبارة عن إيه يا بنات؟ عبارة عن دي يا بنات يعتبر كده ربع صابونة أو نص صابونة من صابونة نابلسي شاهين. ده يا بنات صابون حلو جدا، بيعالج شعرك وبيخلي بشرتك ناعمة، وكمان يعني مفيد للبشرة وللشعر. هو بخلاصة زيت الزيتون. الشامبو يا اما هتعمليه بالصابونة دي يا اما هتجيبي صابونة الجليسرين المتوفر عندك استعمليه. هدوبها كده يا بنات. اول حاجة الصابونة صابونة النابلسي دي يا بنات بتنعم الشعر، بتزيد كمان من لمعانه، وكمان بتقلل القشرة وبتزيد من نموه وبتنبت الفراغات وبتزيد من كثافة الشعر. هدوبها كده في حبة مية يا بنات، حبة مية يكونوا يعني ايه مغليين كده. طبعا عشان انا بشرهم ناعم يا بنات فايه دابوا معايا بسرعة. بصوا بقوا معايا ازاي كده يا بنات اهو، دابوا كده معايا اهو، بيدوب بسرعة ازاي. ولسه ما نضيف بقية المكونات ان شاء الله هيبقى معاكم يا بنات حبة شامبو حلوين جدا. يبقى احنا ضفنا المية المغلية على الصابونة. معانا ايه يا بنات كمان؟ هضيف يا تضيفي عسل ابيض يا تضيفي عسل اسود. انا عشان مش عندي ابيض فالاسود كمان يا بنات، اللي انتم ما تعرفوش ان هو بيقلل شيب الشعر، وكمان بيمنع التساقط وبيقوي الشعر وبيزيد من كثافته، وكمان وبيزيد من طول الشعر وبيمنع الصلع المبكر وبيرطب الشعر. ده العسل الاسود العادي يا بنات. هاخد برضو مقدار معلقتين منه صغيرين. ضفنا كده العسل. معانا كمان يا بنات هنعمله الشامبو ده بتاعنا، هنعمله يا بنات بالجنزبيل. هو المفروض عصير جنزبيل فريش، بس مش موجود عندي غير البودر، فانا عملته كده كشري. وهاخد المنقوع بتاعه وهحطه كده خدت كده المنقوع بتاعه يا بنات على الصابونة بتاعتي، وهقلب فاضل يا بنات معانا الجنزبيل يا بنات بيغذي الشعر، بيرطبه، بيمنع التساقط، كمان بيعطي لمعان للشعر وبيقضي على مشكلة القشرة وبيمنح الشعر رائحة حلوة، رائحة جميلة كده. ريحة الجنزبيل حلوة. فأنا هاخد المكون اللي أنا بحطه دلوقتي يا بنات اللي هو زيت الخروع. زيت الخروع يا بنات بيكثف الشعر، بيعالج القشرة، بيمنع التساقط، كمان بيحفز نمو الشعر وبيزيد من طول الشعر. فاضل معانا ايه يا بنات؟ فاضل 2 مكون معانا او 3 مكونات كمان يا بنات. الشامبو ده هيبقى يا بنات كده غني بحاجات مفيدة جدا. دي يا بنات كبسولة فيتامين ه اهو، ده فيتامين ه 1000. لو مش عندك 1000 يبقى هتجيبي 400، تاخدي من كبسولتين ل3. هاخد كده كبسولة 1000 يا بنات، هفضيها في الشامبو بتاعي. فيتامين اي يا بنات بيحفز نمو الشعر، بيعالج الجفاف، وبيحمي كمان من تلف الشعر، وبيعطي لمعان وقوة كده للشعر. خدنا كده الفيتامين ه. كل مكون احطه يا بنات اقلب على طول.
فاضل ايه يا بنات دلوقتي؟ يبقى خدنا فيتامين اي وخدنا زيت الخروع. فاضل حليب جوز الهند. هاخد برضو مقدار من حليب جوز الهند. هاخد كده مقدار معلقة من حليب جوز الهند. حليب جوز الهند يا بنات بيقضي على القشرة، بيدي ترطيب، وكمان بيقلل التساقط، وبيحافظ على قوة الشعر، لأنه بيحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون وكربوهيدرات وفيتامين ج وفيتامين ه وب ب 1 وبي 2 بي 3 وبي 5 وبي 6. ده اللي هو حليب جوز الهند. يبقى بيحتوي على فيتامين ج وه وب وبي 1 وبي 3 وبي 5 وبي 6. هيبقى شامبو يا بنات مغذي جدا للشعر. اخر مكون يا بنات هضيف معلقتين كده من جل الصبار. خدنا كده معلقتين من جل الصبار. جل الصبار يا بنات بيعزز نمو الشعر، بيقوي بصيلات الشعر، وكمان بيدي طول للشعر، بيساعد على إطالة الشعر. هو يبلك سايل دلوقتي يا بنات، بس بعد كده بيجمد. يعني انا ممكن كمان هخففه بحبة مية كمان عشان ما يتكتلش معايا ويصبن ويبقى زي يعني يرجع صابونة تاني. فانا عايزاه يبقى قوام شامبو. شوف الرغوة يا بنات، رغوته حلوة ازاي اهو. يا رب تكونوا شايفينها في الكاميرا. شوف رغوته حلوة جدا. كمان انا هعززه يا بنات، هو حلو كده وزي الفل، بس انا هعززه كمان. اي شامبو عندك يا بنات تاخدي منه كده مقدار معلقة من اي شامبو عندك، وكمان يحفظ لنا الشامبو الطبيعي اللي احنا عاملينه ده. يبقى خدنا كده مقدار معلقة من اي شامبو عندنا. عشان انا مدوباه يا بنات، قصدي بشر الصابون بشر ناعم. فبصوا يا بنات ما احتاجش معانا، يعني كنت ناويه اضربه معاكم بالهاند بلندر، بس انا عشان مش هطول عليكم الفيديو ممكن اضربه بعد الفيديو. بس هو كده خلاص خلص معانا. وشوفوا رغوته حلوه ازاي. اي بنات عبوه تكون فاضيه عندك بتاعت شامبو هتحطي فيها الشامبو الحلو بتاعك ده، وده اللي هتغسلي بيه شعرك. خطير جدا يا بنات. ومعلقه الشامبو اللي احنا حطيناها ادت له كمان ريحه حلوه وعززت من رغوته. وبالشكل ده كده نكون خلصنا يا بنات الشامبو بتاعنا. شوف رغوته حلوه ازاي. وده هيبقى الشامبو اللي هتغسلي بيه شعرك. كل ما تيجي تغسلي شعرك تغسلي بيه. يا رب يا بنات الوصفه بتاعه الشامبو تكون عجبتكم وتجربوها. اسيبكم على خير وارجع لكم فيديو جديد. وما تنسونوش في اللايك الحلو بتاعكم يا بنات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.